ايه، هدفع 50,000 دولار عشان اخش جامعة في امريكا؟ لا يا عم شكرا. ايه ده؟ هو المصاريف اللي موجودة دي هل انا هدفعها؟ ازاي يعني؟ ايه ده يا عم؟ هي المصاريف اللي كشف الحساب دي هي اللي ادفعها للجامعة؟ ناس كتير اول ما بتقدم على فيزا الطالب في امريكا او بتقدم على جامعه في امريكا بتلاقي ان السفاره والجامعه بيطلبوا منهم كشف حساب بمبلغ كبير جدا. بس هل الكلام ده حقيقي؟ اللي هو هل الفلوس اللي انت تدفعها في الكشف الحساب البنك او الموجوده في كشف حساب البنك دي هي الفلوس اللي تدفعها للجامعه، ولا الموضوع بيبقى مختلف شويه؟ تعال اشرح لك كل حاجه بالتفاصيل وركز معايا كويس جدا علشان الفيديو ده هيغير حياتك حرفيا. بس ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. ولو انت لسه متابعني اقول جديد، انا اسمي يحيى حمدي وبدرس في جامعه في امريكا، ويلا بينا. تعال في الاول بس، ايه هو كشف الحساب ده اصلا؟ لما تقدم على فيزا الطالب اللي هي F1 فيزا، الجامعه بتطلب منك كشف حساب بنكي، بتطلب منك ان انت تثبت ان انت معاك الفلوس لمده سنه كامله علشان تقدر ان انت تدفع المصاريف بتاعه الجامعه في خلال السنه. ده برضو بيبقى اثبات مين اللي هيديك السبونسرشيب او مين اللي هو هيتكفل بيه مصاريفك كلها. طبعا بيبقى حد من اهلك، وده اللي انا برجحه ان هو يكون حد من اهلك، سواء والدك لو والدك متوفي، ممكن والدتك، ممكن حد من قرايبك، عمك او خالك او حد من الناس دي. بس الاحسن ان هو يكون في مصر او في بلد عربيه غير امريكا خالص. يعني ما تحاولش ان حد يبقى ما يديك سبونسرشيب من هو في امريكا، لان ده بيثبت ان انت ليك حد في امريكا، ودي هتبقى مشكله تانية في السفاره لو قلت لهم ان انت ليك حد في امريكا. تعرف منين هم طالبين كام في كشف الحساب؟ انت لما بتشوف الاي 20 او لما بتشوف المصاريف بتاعت الجامعه، let's say الجامعه دي بمصاريفها مثلا 50,000 دولار كل حاجه، تمام؟ فانت بتبقى طالبين منك كشف حساب بنكي ب 50,000 دولار او اكتر من 50,000 دولار. وطبعا بيبقى المستحسن ان هو يبقى اكتر منهم، بس انا عارف طبعا محدش يبقى معاه 50,000 دولار في البنك. فالموضوع ده هقدر ان شاء الله اساعدك فيه. بس اكتب كشف حساب في الكومنتس وان شاء الله هبعت لك التفاصيل بتاعتها. طب الحاجه التانية، هل مصاريف اللي في كشف الحساب او في الاي 20 ذات نفسها تبقى هي الفلوس اللي انا هدفعها؟ بالاجابه ببساطه لا. المبلغ اللي في كشف الحساب او المبلغ اللي بيبقى في الاي 20 ده المبلغ اللي الجامعه بتطلبه منك كانك تقدر ان انت تتحمل المصاريف كامله. تشمل 4 حاجات. رقم 1 التويشنز اللي هي المصاريف بتاعه الجامعه ذات نفسها، دي المصاريف بتاعه الكريدتس، ودي اهم حاجه حرفيا، ودي هي اللي انت هتدفعها. رقم 2 بتبقى في سكن والمعيشه والحاجات دي كلها. وتالت حاجه التامين الصحي. ورابع حاجه بتبقى الكتب والمصاريف الشخصيه اللي انت هيطلبوها منك. لكن مش كل ده انت هتدفعه، انت تدفع حاجه واحده بس واللي هي التويشن. برضو التامين الصحي مهم جدا برضو، بس في ساعات ناس بيبقاش اجباري، مش في كل الجامعات بيبقى اجباري. وممكن كمان ان انت تعوضه لو انت معاك تامين صحي من بره الجامعه. طيب خليني اقول لك كده ايه المصاريف الفعليه بقى اللي انت فعلا هتدفعها في الجامعه، وخلي بالك كويس جدا من الكلام اللي بقوله لك. اول حاجه انت هتبدا انت تبص عليها التويشنز والفيز، اللي هي المصاريف بتاعه الكريدت بتاعتك. طبعا بتختلف ما بين انت كوميونتي كولج او ما بين انت في جامعه. الموضوع بيختلف شويه، لان زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات لو ما شفتوهوش، ان الكوميونتي كولج بتحسب بالكريدت الواحد، والجامعه بتحسب بالترم الواحد. يعني انت في الترم يعني بتدفع حق الترم كامل، مش بتدفع حق الكريدت الواحد. فالموضوع ده برضو ايه مختلف شويه وبنحاول تركز فيه. تمام. تاني حاجه التامين الصحي. التامين الصحي مش اجباري من كل الكلام زي ما قلت، بس انت ممكن مثلا تجيب تامين من بره. ده اللي انا الصراحه عايز اعمله بعد كده، ان انا اجيب تامين من بره بعد كده الغيه واقول لهم شكرا، ان بس انا اثبت ان انا معايا تامين صحي من الاخر يعني. وخلص الموضوع على كده، ان التامين ملوش اي لازمه، وانت بتدفع تامين على الفاضي ومش هتستفاد بيه اصلا، لان التامين بسيط جدا جدا، وممكن ابقى انزل لكم فيديو عنه. يعني في برضو زي كده ايه فيز بسيطه، يعني انشطه اللاب المكتبه مش عارف ايه، حاجات بتبقى 100 200 دولار كده، ما تبقاش مش هتاثر عليك يعني من الاخر، مش هتموتك، فاهم؟ اما بقى باقي المصاريف اللي هي بقى بتاعت المعيشه والسكن والمواصلات والحاجات دي كلها، انت مش هتدفعهم خالص، بس هتدفعهم في لو انت مثلا ساكن بره الجامعه. لو انت ساكن بره الجامعه فانت مش هتدفع الكلام ده في الجامعه. طبعا الجامعه بتطلب يعني اللي انت عايش في، لما تعيش في الكليه طبعا انت تدفع كتير جدا، ان هم بيوفروا لك السكن والاكل والشرب وكل حاجه. الصراحه يعني في some reason الموضوع ده حلو، الموضوع ده مش وحش.
بس لو انت مثلا مستقر خلاص بره ومستقر مع ناس مثلا، فانت الاحسن ان انت تسكن بره. اهم نقطه، النقطه الثالثه، ركز كويس جدا جدا فيها يا جماعه. ازاي تعرف المصاريف بتاعتك؟ انت اول حاجه هتخش على موقع الكليه، تمام، وتخش على المصاريف بتاعه الكليه كلها. فانت تشوف مثلا ان الكليه دي هتلاقي الصفحه فيها الرسوم بتاعه الترم كله. هتحسب طبعا على الكريدتس زي ما قلت لك. لو انت كوميونتي او يونيفرسيتي فالموضوع بيبقى مختلف شويه. والنقطه دي مهمه جدا، لو عندك منحه لازم تضيفها في المصاريف اللي انت تدفعها. يعني ليتس يعني انت مثلا لو قال لك في السنه انت هتدفع $40,000 وانت مديك منحه $20,000، فانت بتشيل 20 من ال 40، فانت المصاريف بتاعتك بقت $20,000 في السنه، يعني 10,000 في الترم. وده مش كتير قوي، هو كتير شويه بس يعني معقول ان انت تدرس في مكان لو جامعه تستاهل. بس طبعا في جامعات بتدي منح اكتر من كده بكتير. لو انت مش متابع، في فيديوهات تحت انا منزلها على رومان يونيفرسيتي مديها منحه قويه جدا، انت مش تدفع حوالي 6-7 آلاف دولار في الترم، وده تحفه. ونفس الكلام برضو ده بينطبق على الجامعه بتاعتي، ممكن انزل عليها فيديو كامل ازاي انت تجيب المنحه بتاعه جامعه كالدويل اللي الجامعه اللي انا فيها. خليني اقول لك نصايح كده ايه بسيطه اللي انت الناس اللي عايزه تقدم طلب جديد. اول ما تشوف الارقام بتاعه الجامعه ما تتخضش، اوعى تتخض. لازم تخش على السكولرشيبس والكونديشنز بتاعتها. يعني انت بتخش على السكولرشيبس، المنح الدراسيه بتاعه هو بص، في كل جامعه ليها صفحه كده كامله بتاعه المنح وبتاعه هتديك قد ايه لو انت عملت ايه. فكل الكلام ده سهل جدا انت تعرفه وسهل جدا انت تحسبه. فما هتخضش موضوع المصاريف وان انت تدفع قد ايه، وانت الموضوع ده مستحيل والدراسه مش مستحيل. مفيش حاجه مستحيله، تقدر ان انت تعمل الكلام ده كله، بس لازم تتبع الخطوات الصح اللي انت عايز تعملها. اخيرا احب الفيديو ده يكون عجبك طبعا ان شاء الله. ولو طبعا عجبك ما تنساش زي ما قلت لك اللايك والشير والسبسكرايب، وحاول ان انت تبعته لناس تانية فعلا عايزه تسافر بس مش عارفه. خلي الفيديو، خلي المعلومه توصل لناس كتير جدا، ما تقفش عندك بس. وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده عن الدراسه والحياه في امريكا. انا بحاول اوصل لكم الحياه الواقعيه اللي بتحصل مش الكلام وخلاص بالنسبه لتجربتي الشخصيه في امريكا. فخليك معايا وتابع للاخر، ويلا السلام عليكم.